طبيب عراقي من بغداد جاء إلى قطاع غزة منذ أشهر في 3 مهمات، ومكث فيها فترة طويلة لمدة 7 أشهر على 3 مرات متقطعة، آخر مرة لمدة 4 أشهر. عاش مع أهالي غزة الحرب وما بعد الحرب، قام بمهمات إنسانية جدا يحتاجها الشعب الفلسطيني، وقدم العلاج للجرحى والمصابين. أرحب هنا معي بالطبيب العراقي الدكتور محمد طاهر، طبيب إصابات الحروب والأعصاب الطرفية. أهلا بك دكتور. أولا أنا أتحدث مع زملائي في بغداد، دائما أتحدث وأسمع اللكنة العراقية منهم فقط عبر الهاتف. لأول مرة من قلب غزة أسمع هذه اللهجة العراقية من مواطن عراقي في قلب غزة. بالنسبة لي هذا شيء مميز. أولا أهلا بك في غزة، وأنا أشاهد حفاوة دائما في التعامل معك في كل مكان تذهب إليه دكتور في قطاع غزة. حدثني عن السبب الذي جعلك أن تأتي إلى قطاع غزة من العراق المجروح أصلا إلى غزة المكلومة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا. قضية فلسطين هي قضية العراق. احنا تربينا على محبة فلسطين، وقدس هي عاصمتنا كمان، مش انه بس لفلسطين، للأمة الإسلامية والعربية أيضا. فهي قضيتنا واحد. ولما احنا شفنا في المواقع السوشيال ميديا القتل من أطفال ونساء، كان شيء يعني لا يتحمله الإنسان، وخاصة إذا أنا جراح وعندي قابلية أن أساعد إخواني، كيف أنا أنظر من بعيد وما أجي أساعدهم؟ فأجيت، وهذا أقل الواجب على فكرة، أنه أنا أجي هان أنا أتشرف بخدمة الناس هنا، مش بالعكس. وهذا هو كان واجب علينا كلنا، كل العرب وكل المسلمين كان المفروض يجون يدعمون إخوانهم هنا. أنا بعرف أنه العراقيين عندهم يعني صعوبات للجاية هنا لغزة، لكن أنا صارت لي فرصة والحمد لله. أنت فرصة. كثير جاء إلى غزة أطباء من جنسيات مختلفة، عربية أو سواء أوروبية وغربية، لكن ما فهمته دكتور أنك مكثت مدة طويلة في غزة، يعني عشت معنا ربما نصف الحرب 7 أشهر، وأنت المدة التي مكثتها في غزة، وآخر مرة 4 أشهر. كيف عشت مع أهل غزة؟ أنت تسمع أصوات القصف وتشاهد الجرحى من أطفال، من نساء، من مدنيين أبرياء، وأنت تضمد هذه الجراح، وجئت من بلد واجهت أيضا حروب. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنا فعلا هو كانت بركة من رب العالمين. الله بارك في عملنا، أنه يعني صارت عندنا القابلية أنه نقدر نقدم هاي الخدمة. فعلا إحنا بقينا تقريبا نص الحرب معكم، لكن هذا كان مثل ما قلت لك، هذا كان واجبي. وأنا حسيت فعلا عملي هان في غزة، في أحد أطهر مناطق في الأرض، فعلا حسيت بقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولما شفت الأبرياء وشفت المصابين أكثرهم نساء وأطفال، كيف أترك وأرجع إلى حياة عادية وأنا بالي وقلبي هنا دائما مع أهل غزة؟ كان مستحيل. أنا فعلا الشغلة الوحيدة اللي رجعتني لندن هو كان يعني والدتي، أسلم عليها، أقضي معها كم يوم وأرجع لغزة. أنت عشت مع أهل غزة القصف، التدمير، التجويع، كل المأساة، كيف عشتها؟ وأريد أيضا منك باختصار أصعب مشهد وأقصى مشهد واجهته أثناء عملك في المستشفى. والله أنا شوف، أنا كنت أولا في مستشفى الأوروبي، بعدين انتقلت على مستشفى شهداء الأقصى، ذهبنا إلى الشمال في الخدمة العامة وكمال عدوان، ورجعنا. يعني ذهبت إلى الشمال أيضا. الشمال مهمتين. أنا قبل شهر أو ما شابه ذلك كنت في الشمال لمدة 6 أسابيع. يعني أنا رحت للشمال ورحت للجنوب، رحت كل مكان في غزة، أحاول. أحسدك الله يخلي. يعني هو فعلا، بس إن شاء الله. أنا ابن الشمال، ابن مدينة غزة، وأحسدك أنك استطعت أن تذهب إلى غزة التي حرمنا من الذهاب إليها منذ أكثر من عام، منذ 15 شهرا، والاحتلال يحرم كل هؤلاء الناس أن يذهبوا إلى مدينة غزة وإلى الشمال، وهو أنت جئت إلى أقرب نقطة من مدينة غزة. صحيح. أنا أعرف ماذا يدفع الناس هنا
يعني بهالحرقة في قلوبهم حتى يرجعون. أنا شفت غزة والله، أنا حست في السكينة في غزة، كان يعني أجواء جميلة جدا، وبعرف ليش الناس تريد ترجع يعني. فإن شاء الله ينفك هذا الصراع عليكم وترجعون إن شاء الله. أنا أدعي لكم، وأنا طبعا جيت هنا حتى أدعم يعني معنويا الإخوان هنا بشكل بسيط، أمشي معاكم، أخليكم تحسون أنتم مش وحيدين. ويعني أنا مش بس أنه أنا جراح، لكن أنا أحاول أن أكون إنساني. تضمد قلوب الناس هنا، هذه القلوب التي جرحتها الحرب وجرحها الفقد وجرحها أيضا البعد عن الديار والنزوح. فعلا هي الجروح يعني مازن، يعني لو تسمعني بداية نرحب بالدكتور محمد الموسوي ووجوده معه، يعني ناس هدمت بيوتهم، لو سمحت، أعمالهم دمرت، مستقبلهم يعني وين، بالنسبة للوضع الصحي حاليا كيف يقيمه، وما الذي يعني دمرت يجعله يستمر حتى الآن بالبقاء في غزة؟ ودعوات المسلمين ويعني هم الصمود في شعب غزة، وأنا شفت هذا إيمانهم بالله وصبرهم وصمودهم. ستبنى غزة وكل قطاع غزة أحسن وأفضل من قبل. زميلتي أسيل التي تحدثني الآن من استديوهات القناة من قلب بغداد تقول لي: اسأل الدكتور محمد كيف أنت كطبيب من الخارج وجدت الواقع الصحي والأزمات الصحية، وكيف عملت في هذه الظروف الصحية الصعبة من نقص في كثير من الإمدادات والعلاجات والكثير من المستلزمات الطبية. هي شوف، الشمال يختلف عن الجنوب، والصعوبات متنوعة. يعني مثلا في الشمال في المستشفيات كان اكو نقص في الاختصاصات، يعني اكو ما في جراح أوعية ويكفي يعني المدينة كلها، وكانت الناس يعني تستشهد من سبب هذا. وفي الجنوب مستهلكات قليلة، الأدويات قليلة، يعني مضاد الحيوي ما في، مسكنات ما في، يعني هذه أبسط الأشياء، الآلات للجراحة ما في يعني. بس من رغم هذا، طبعا على فكرة هم إيش سووا في المستشفى الشفاء؟ دمروها، هدموها. أنا شفت مستشفى الشفاء ومشيت في داخل بنائها، يعني هدمت وحرقت. ومستشفى الناصر أيضا نفس الشيء. يعني أنا زرت المستشفيات هذا أن انضربت، لكن يعني هي فعلا نوع ما من المعجزة أنه من رغم هذا كله الطاقم الطبي الشرفي الفلسطيني الموجود هنا بقى يقدم خدمات للناس من رغم الصعوبات كلها. طيب. دكتور، أنا أعود لسؤالي سألته ولم تجيب عليه. أصعب موقف واجهته في عملك في غزة؟ هي كانت مواقف صعبة جدا كثيرة بصراحة، لكن أنا استحضر يوم من الأيام في استقبال شهداء الأقصى، كانوا 4 أو 5 أطفال على الأرض، كلهم إصابات طلق ناري في رؤوسهم، وكلهم يعني غالبا أكثرهم استشهدوا أمام عيوننا. وكانت أحد أيام فعلا يوم أسود، في أتذكر أستحضره كان يوم صعب جدا. وإحنا كنا نخير الأطفال يعني بين أن نعطيه أجهزة تنفس، مين نعطيه لمين. يعني هو كان وضع صعب جدا، وهذا مش أول مرة ولا كان آخر مرة. شفنا هذا المشهد هذا كذا مرة في غزة. مازن، أيضا لو سمحت، أيضا أود طرح سؤال على الدكتور محمد. هنالك كان له اتصال وأيضا تواصل مع رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني قبل مدة. ما الطلبات التي توجه بها إلى رئيس الحكومة العراقي؟ تحرير فلسطين بعد هذا الدماء هذه الطاهرة. أنت كان هناك اتصال بينك وبين رئيس الوزراء أو دولة رئيس الوزراء العراقي دكتور محمد شيع السوداني. ماذا دار باللقاء؟ ماذا طلبت منهم أو بماذا تمحور هذه المكالمة الهاتفية من الدكتور محمد شيع السوداني؟ طبعا أنا كنت جدا أتشرف أنه خابرني، أنه عرف مين أنا، وهو يعني سماني السفير الإنسانية تبع العراق، لأن هم قلب العراق كان دائما مع غزة على فكرة، في كل أنحاء العالم. دائما كانوا يكتبوا لي ويقولون ما شاء الله عليك، أنت مثلتنا هنا في غزة، وإحنا كان يا ريت إحنا نكون معكم. وكان حديث جميل من الدكتور، وأنا طلبت منه أن لا ينسى غزة، وهو قال طبعا أبدا ما ينسى غزة، ويكون إن شاء الله
مساندة الإخوان هنا. طيب أنا أريد أن أتحدث لك باللهجة العراقية وأريد أن تتحدث لي باللهجة الغزاوية. نقول ماكو استسلام، ولكن أكو إرادة وأكو صمود للشعب الفلسطيني. أنت ماذا تقول لأهل غزة بلهجتهم؟ يعني رد على هذا؟ أي حاجة بلهجة غزة. أنا حفظت اللهجات الغزاوية كثيرة، واحد دائما يقول تقلقش طبعا، بس بالأخير من رغم هذا يعني إذا نكون جديين في الكلام، أقول لأهل غزة أرادوا أن يعني يدمرون غزة، لكن الأرض كلها صارت غزة. أريد أن أتحدث مع زميلتي أسيل من قلب استديوهاتنا في بغداد. أسيل معك الدكتور محمد إن كنت تسألي وباللهجة العراقية. يلا. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد ويانا مباشرة. نرحب بك وأيضا سعداء بتواجدك مش سامعك. كرري من جديد. أهلا وسهلا بك دكتور محمد، نرحب بك ونحن سعداء بانضمامك إن من قلب العاصمة بغداد، ونحن جدا سعداء بما قدمت وهذه الرسالة العراقية البغدادية التي تقدمت بها وكنت قد رسختها وأيضا مثلتها في داخل غزة بالرغم من كل هذه الظروف. وما الرسالة اليوم التي تريد توجيهها إلى العالم بعد ما قضيت كل هذه الفترة في غزة بظروف لم يشهدها أحد في العالم غير أهالي غزة؟ أولا شكرا جزيلا وإلى إخواني وأخواتي في العراق. أهلا. وأرحب بهم وأشكرهم على محبتهم ومساندتهم لي شخصيا طبعا وبشكل عام إلى أخوانهم في غزة. أقول لهم وللعالم كله وقف إطلاق النار ما معنى أنه المعاناة خلصت، لا بالعكس، هو بس فقط أنه النزيف وقف، لكن المعاناة ستبدي هنا. وهان هو الفرصة للعالم كله تجي ونساند أهلنا في غزة من ناحية دعم طبي أو من ناحية دعم إنساني أو من دعم الجامعات والمدارس. كل يعني أنحاء الحياة تحتاج إلى دعم في غزة، فأنا أطالب بهم أنه يجون ويدعمون إخوانهم هنا في غزة، وأشكرهم جزيل الشكر على محبتهم. نعم. طيب دكتور محمد، يعني كيف تنظر إلى الإعلام الذي قام بنقل هذه المعاناة منذ البداية لهذه المعركة، حاضرين من خلال مراسلنا مازن بالبيسي بنقل هذه الصورة لغزة وأهاليها ودعمها ومواصلة صمودها؟ كيف نظرت إلى الصورة التي تم نقلها لهذه المعاناة كل هذه المدة؟ والله أنا شفت من الإخوان هنا يعني الصحفيين كانوا فعلا يغادرون في حياتهم حتى ينقلون الصورة الحقيقية إلى العالم، لكن يعني ما كانت أكو نوع من القتل أو نوع من الإصابة أو نوع من المعاناة ما بثت على العالم. العالم كله شافت قتل الأطفال وشافت قتل النساء وشافوا هدم البيوت ويعني نسف المدن كلها، لكن من رغم هذا كله ما شفنا يعني وقف إطلاق النار لحد ما صار يعني انهاء على مجتمع كامل. نعم. بعدين صار ولحد الآن في معاناة. فأنا أذكر الناس في مسؤوليتهم يعني من ناحية إخوانهم في غزة وأيضا في لبنان كل أنحاء العالم الذي تجدون فيه مضطهدين. نعم. أذكرهم مسؤوليتهم تجاه هذا الناس هذول. شكرا جزيلا لك دكتور محمد الموسوي على كل ما تقدمت به من خدمات لأهالي غزة، هذا الشعب المظلوم وأيضا المدينة المنكوبة حاليا، ونتمنى لكم العودة سالمين مسددين إن شاء الله بعد نهاية هذه المعركة.